بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات تعليم الخط العربي. والنهاردة إن شاء الله هنتعلم الخط العربي وخاصة الخط الديواني بإذن الله. ودي مجموعة حروف متواصلة في بعضها بإذن الله. هننفذها كلها على مجموعة حلقات، على سلسلة حلقات كاملة بإذن الله لا تقل عن 10 حلقات. أرجو منكم فقط إن شاء الله الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو، وأتمنى من الله إني أكون سبب إنكم تعرفوا معلومة مفيدة تستفيدوا بيها في حياتكم العملية. نبدأ بإذن الله على طول الدرس. وقبل البدء يا جماعة أحب أفكركم ياريت الاشتراك في القناة بإذن الله، وأكون لكم شاكر. خط الديواني يا جماعة بيعتمد على المهارة في أداء الدواير. يعني علم نفسك إزاي تعمل الدايرة. طول ما أنت قاعد مثلا بالقلم العادي ممكن دايرة أهو. الدوائر من امتلك الدوائر فامتلك الديواني. ليه؟ لأن كل حروفه قائمة على الدوائر، والوزن بتاعها وزن دايرة. زي هندي مثال حرف الألف. حرف الألف أهو كده، واخدين بالكم؟ لو أنا كملت الدايرة، لو أنا كملت هتديني شكل دايرة. تمام. حرف الباء أهو، بص لو كملت هيديني شكل الدايرة. تمام. حرف الباء برضك ممكن يجي كده، بس أنا لو كملت هنا كده هيديني شكل الدايرة. حرف الحاء أهو. طبعا الحاء والخاء والجيم برضك اهو يديني شكل الدايرة هكذا. طبعا على الآخر يعني لو لفيت كده هتديك شكل الدايرة. فمن امتلك الدوائر امتلك الخط الديواني. طب ايه هي اوزان الخطوط؟ وزن الخط بقى، حرف الالف ده بمقياس الالف، الحرف القلم اللي انا بكتب بيه البونت بتاعه طوله بالظبط من 6 ل7 نقط، وممكن يوصل ل8. يعني ادي 1 2 3 4 5 6 7. ادي 7 نقط، يبقى انا حرف الالف بتاعي يبقى طوله 7 نقط. ازاي؟ اهو باخد كده كأني بلف في دايرة اهو، وبطلع نقطتين بالمقياس ده. يعني بعد ما اخلص ده بطلع هنا نقطتين. هي ممكن تكون سحبت مني سنة بس اهي كده بالظبط. حرف الباء نفس الحكاية اهو، ده كله كده قلنا اهو 7 نقط، وكده بطلع نقطتين. حرف الباء اهو. لو لفيت او التاء هيديك شكل الدايرة. تمام. بيبقى طوله كله من هنا لهنا من 5 ل6 نقط، وممكن يوصل ل7. وممكن لو انت عايز تكبره خالص وتجيبه مثلا من تحت السطر، لو هيكبر خالص ممكن تجيبه كده. بص كأنك بتلف دايرة اهو. بص دايرة. انت خطك او قلمك معتمد على الدوائر. حرف الحاء نفس الحكاية اهو، نقطة كده
وكده نقطتين، بتمشي مسافة كده نقطتين وبتنزل نقطتين بعد ما بتنزل وبتلف. دي كده من فوق لتحت هنا 5 نقط، من هنا لهنا. الطول ده بالظبط من اول هنا لحد هنا 5 نقط. تمام. هنا من هنا لهنا نقطتين، من هنا لهنا نقطتين، ودي في نقطة، دي نقطة ودي نقطة. تمام. انت هنا دي ممكن تجيبها من هنا كده برضك اهو. يبقى انت برضك عملت حرف الحاء او الجيم او الخاء. حرف الدال، حرف الدال بيجي كده اهو، كده بتطلع كده نقطتين وبتلف كده وبتنزل. كل حركة بتحس فيها انك انت بتعمل دايرة، يعني اهي كده دايرة اهي، وبعدين انت بتلف في دايرة صغيرة وبتوسع الدايرة بتاعتك عشان تنزل بطرف الدال لتحت. ولو لفيت دي كده تديك الدايرة. تمام. وهنا لازم يبقى في نقطة وما بينها وبراح زي ما انتوا شايفين كده، يعني نقطة مستريحة قوي. والفكرة دي شغل الدال هنا هي نفس النون بس معكوسة. انت هنا بتنزل على عريض وانت هنا بتطلع على رفيع، بس مش اكتر من كده. يعني هي نفس الفكرة. لو قلبنا دي كده زي ما انتوا شايفين، بس فرق ده معايا يا جماعة. اتمنى ان انا اكون فدتكم وبفيدكم، واتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. طيب، حرف الصاد. حرف الصاد اهو، هو في شبه من الجيم في حركته الاولانية، بس في ليونة شوية اهو. دي من هنا لهنا نقطتين. تمام. ودي كده نقطة كبيرة. تمام. الكاسة بتاعتها انت بتلف كده اهو، بالمنظر ده. تنزل هنا كده، من هنا لدي كده نقطتين. تمام. عندنا حرف الطه، نفس الفكرة، نفس الفكرة اهو كده. دي كده نقطتين ودي كده نقطتين، والنزول بتاعك وادي الألف بتاع الطه. تمام. حرف العين مثلا، حرف العين اهو. ممكن تنزله كده وممكن تجيبها كده، دي او دي. طب حرف العين ده نعمله ازاي؟ شكله صعب. لا، مش شكله صعب. التلات نقط بتوعنا هما 3 نقط، صح. وادي نقطتين في طلوع بسيط. النزول بتاعي بطلع عن هنا عند ده نقطة اهو. عايز بقى اسحب واعمل هنا نص دايرة، عايز اطلع كده حسب ظروف الكتابة معاك، لان ساعات ممكن ال ال الجملة او الكلمة تجبرني ان انا اعمل الحرف بشكل معين، فحسب انت ظروفك في الكتابة. طيب، حرف اللام. حرف اللام اهو زيه زي الالف مع اختلاف اهو، زيه زي الالف بالظبط مع اختلاف الصعود بتاعه والدخول جوه الالف نفسها.
لو ان لفيت دي كده كلها كده على بعضها هتديني شكل الدايرة، ولو لفيت دي كده هتديني شكل الدايرة او البيضاوي او شبه بيضاوي. هو اقرب للدايرة يعني لحد هنا كده دايرة، لما انت بتفرده وتطلعه لفوق بيديك الشكل البيضاوي. تمام. وطوله برضك او الوزن بتاعه هو نفس وزن الالف. 1 2 3 4 5 6 7، ومن جوه هنا هتلاقي فيه 3 نقط كده وتلات نقط كده. الارتفاع دوت الجزء اللي جوه ده بيبقى واقع في 4 نقط. الجزء السادة اللي فوق ده بيبقى واقع في 3 نقط. انت خروجك من هنا كده يعد نقطة ونص، لان انت عندك الخروج بتاعك بيجي في النص ده بالظبط كده. اتمنى ان انتوا تستفيدوا معايا يا جماعه. الموضوع سهل على فكره، بس محتاج عزيمه ومحتاج انك انت تدرب نفسك كتير. واتمنى من الله ان انا اكون ربنا بيوفاني واقدر ان انا اوصل لكم المعلومه بسهوله قوي. طيب حرف احنا قلنا الدال وقلنا اللام، قلنا لسه الميم. عايزين نعمل الميم كمان. ادي الميم اهي بالمنظر ده اهي. نفس الحكايه برضك لو انا عايز اسحبها نص دايره لتحت، عايز ارجع بيها كده برجع بيها. طيب عايزين نكتب جملة مع بعضينا كده إن شاء الله بخط الديواني، نقفل بيها الدرس بتاعنا. وأتمنى إن انتوا برضك ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نكتب جملة بالخط الديواني، وهنكتب مع بعض: بر الوالدين من أكرم الطوائع. بسم الله. بر خدين بالكم يا جماعة، لو أنا كملت هعمل إيه؟ هعمل شكل الدايرة. بر هنا الوالدين، الو الوالدين، الوالدين. من من أكرم. بص الميم هنا، لو كملت أنا لف تمام هيديني شكل الإيه؟ الدايرة. هكذا هنا، هكذا الري، هكذا الألف، هكذا النون. كل الحروف، كل الحروف عامة. الطبائع. الطبا أرجو أن أنا أكون فدتكم وأمتعتكم، وأرجو أنكم انتوا ما تبخلوش عليا بالإعجاب والاشتراك. كان معكم وليد محمد السيد وهبة. اشتراككم يزيدني شرف، ومع 1000 مليون سلامة.